محمد رمضان كيف حياته تمشي كأول ما يصحى من النوم لحد آخر يومه؟ والله بصحى من النوم زي كل شخص عربي. بصحى من النوم بغسل سناني بتوضى، بصلي الصبح. لو صحيت قبل الظهر بصلي الصبح وركعتين الضحى. ركعتين بيخلوا اليوم حلو جدا وفي بركة وفي أخبار حلوة وحاجات جميلة. والرياضة لو ما رحتش جيم، أنا ما بروحش جيم يمكن مرة في الشهر كده. أنت فيري فيت يعني ما شاء الله عليك. بلعب في البيت سويق، بلعب أوكي. بس فحياتي شبه كل الناس، يعني حياة كزوج. أنت مؤدي واجبك كأب؟ والله طبعا لكل شيء ضريبة، يعني لكل شيء ضريبة. ضابط الجيش بيدفع ضريبة كبيرة، ما بيشوفش أهله كتير، ما بيشوفش أولاده. ضابط الشرطة، كل المهن. أنا كمان مهنتي شاقة جدا وفيها سفر كتير وفيها حياة كتير. فطبعا غصب عني بأثر مع أولادي بشكل كبير، ولكن الحمد لله اخترت لهم أم عظيمة وأنا مطمن على أولادي معاها بشكل كبير. محمد، يعني نجاحك الشغلة إنه المشكلة بالأصح، المشكلة إنه في ناس هذا شيء مضايقهم. طبعا أكيد لازم كل واحد ناجح عنده أعداء، نكون واقعين. أحيانا إنه محمد رمضان اسمه مرتبط أكو شيء أقدر أريد أقوله، يعني يسرت الجدل جدا. يس، أنت تثير الجدل بسمعها كثير بشكل. ليش؟ لأنه إذا تسأل الناس يقول لك لأنه محمد رمضان مثلا يستعرض كثير. شيء عفوي طبعا. وشيء عفوي نابع من مهنتي. يعني امتى احنا نتخض لو الراجل ده مش فنان، مش راجل حياته كلها تحت الأضواء وقدام الأضواء فده شيء طبيعي جدا جدا. أنا ما بحبش أتجمل قدام جمهوري، ما بحبش أكذب على الناس. اللي يعرفون شخصيتي، هي شخصيتي في الحقيقة هي زي شخصيتي اللي بعرضها على الناس من خلال السوشيال ميديا أو من خلال اختيار مواضيعي. مستحيل أبقى بعمل حاجة وأنا في دماغي إن الناس أنا ببقى شايفها شيء عادي، يعني هي بتعامل بالفطرة. ومعظم الناس بتعمل اللي أنا بعمله، بس ممكن يبقوا ما بيخافوا. ما اعرفش بالناس. وعلاقتي بالجمهور علاقة أنا والجمهور اللي بنحددها. أنا اخترت إن أنا ما يبقاش في حدود بيني وبين جمهوري.